الاشتراك في قناتي قوموا بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ونروح مع بعض نروح نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. عليكم، مرحبا بكم اخواتي الموجودات في قناتي فاطمه كويزين. ان شاء الله تكونوا بخير. جاتكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم. راح ندير لكم اليوم ان شاء الله صابلي بعجينه مختلفه على السابق. نحط لكم سبق لي ودرت لكم فيديو سابق لصابلي درت خليه النحل. نحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. نبداو اليوم ان شاء الله. راح ندير لكم صابلي ثاني خفيف وسهل مكونات جد بسيطه. نبداو بسم الله بالمقادير. انا نديت 125 غرام زبده. ندير كميه قليله فقط. نتوما بغيتو تزودوا ضعفوا المقادير. وراح ندي صفار بيضه ونص كاس سكر كلاصي سكر ناعم، وزوج ملاعق كبار مايزينا بودره النشا، ونص ملعقه صغيره حوالي 3 غرام خميره كيميائيه، وملعقه صغيره لافاني، ونلمو بالفرينه. راكم كتشوفوا الزبده تاعي راهي طريه. درجه حراره الغرفه لازم تكون طريه بهذا الشكل باش تجيكم سهله. نضيفوا نص كاس سكر ناعم، ونضيف صفار بيضه واحده. راح نزيد 2 ملاعق كبار بودره ذره نشا مايزينا، حوالي ملعقه صغيره فاني. خلط كلش مع بعض مليح. نضيف الفرينه تدريجيا. فوالا نتحصل على هذه العجينه. ما تنساوش نصف ملعقه صغيره خميره راني ضفتها مع الفرينه. تحصل على هذه العجينه طريه. انا راح نديرها في الثلاجه ترتاح مده ربع ساعه ونرجع ان شاء الله. فوالا الان راح نحل لابا تاعي بعد اللي ارتاحت في الثلاجه مده ربع ساعه. نجيبوا اي مول متوفر عندكم. انا حندير اليوم ان شاء الله مول دائري. نبداو بسم الله. كما كتشوفوا جبت بابي الومنيوم او بابي فيل، فرشوه باش ما يسلقلكمش لاباط في فوق البرون دو طرافاي. راح نجيب الان بابي فيل. هذه فكره تساعدكم بزاف باش لاباط تاعكم ما تتحلش ما تتشد باسكو راهي طريه. تحلوها هكا بكل سهوله. الان نجيب بلا تاعي اللي يدخل الفوق ونبدا نشكل الحلوه تاعي بهذا الشكل.
بعد اللي كملتهم كامل انا حندخلهم للفرن على درجه 180 درجه ونخليهم حوالي 6 دقائق هكذاك، ما نخليهمش حتى يحمروا. صابري ما يحبش يحمر، داكش الاحمر راح يجيكم يابس، فقط ينشف يبدا يصفر من التحت نحيوه يكون واجد ان شاء الله. رجعت لكم بعد اللي طاب لي الكاطو تاعي وخليته برد كما راكم تشوفوا، فقط يصفر بك من الفوق من التحت نحيوه. بالنسبه للتزيين نحتاجو كونفيتور، اي كونفيتور متوفر نلصقوا به السابلي تاعنا، ونحتاج نوت كوكو بهذا الشكل. راح ندير لها ملون احمر، نحتاج نوت كوكو بلون احمر، وراح ندير سكر غلاس مع جو فريز غو فريز ولا اي جي متوفر عندكم، ديروا له حبات يجيني باللون احمر. اذا كان ماشي احمر بزاف تقدروا تضيفوا له كولور احمر باش يجي اللون تاعو جميل. وقت راح نقوم بها راح نلصق لي صابلي تاعي. بهذا الشكل نجيب لها نواه كوكو، راح نضيف لها ملون احمر هذا اللي لصقت الحبه تاعي نخدمها كامل الكونفيتور مع لي كوتي بهذا الشكل. ثم نديرها في النواه كوكو على الشكل تاعها. بعد اللي كما تلصقت كامل لي صابلي تاوعي، الان راح نخدم الكلاصاج. نجيب كميه من السكر غلاس وجو تاع الفراوله لون احمر كما تشوفوا. اذا كان غير متوفر جو فراوله ديروا جو اي جي متوفر ضيفوا له الكولور احمر. هذا راح نبدا نضيف جو السكر بالتدريج. شوفوا نحتاج لون تاعو احمر غامق، راح نضيف له كميه من الكولورو ملون غذائي. هنا الان نجيب الحبه تاعنا او الكلاصاج تاعنا كيفاش يجي، نوزعو فوق الحبه كامل. نجيب هذا الوردات نشوفوا بهذا الشكل. تزيين اختياري، نتوما واش بغيتو تزينوا. نضيف لها قليل من البغيوم فوق الكلاصاج هذاك اللي كنا درناه. الله لكم الحبه تاعنا كما نزيلهم كامل نرجعوا فيما بعد ان شاء الله. الله لكم الحلوه تاعنا نهار اليوم جاهزه في طبق تقديم كما تشوفوا. درتها في كيسات، قدمتها في كيسات كما تشوفوا.
حتى انا الشكل تاعها يجي رائع وتجي بنينه بزاف وتجيو يذوبوا في الفم. ان شاء الله تجربوها تنال اعجابكم. في الاخر ما لي غنقول لكم تهلاو في رواحكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.